كيبدا الفيلم ديالنا في العصور القديمه في واحد المملكه سميتها اشلون. السحاره ديال هاد المملكه صوبوا الملك تاج سحري اللي عطاه قوه خارقه. بهاد القوه بدا كيهاجم الممالك الثانيين باش يرجعهم تحت الحكم ديالو، وفعلا قدر يوصل لداكشي اللي باغي. ولكن بقات واحله ليه قريه وحده سميتها سيميريا اللي الشعب ديالهم كيسميوهم البرابره. وهاد الشعب صعابين بزاف حيت قويين وشجعان ومحاربين. وفعلا منين مشى ليهم الملك غلباتو القبيله وقدروا يوصلوا للتاج ديال الملك وهرسوه بزاف ديال الطراف. من بعد فرقوا هاد الطراف على القبائل باش يتاكدوا بلي ما كاينش اللي يقدر يستغل هاد التاج وينشر الشر ديالو. مور ما دازت 15 عام على هاد الشيء كنشوفوا قرن الزعيم ديال قريه البرابره كان كيدرب في ولاد القريه على المبارزه. جا ولدو كونان معطل وخاف على راسو من باه، فبدا كيبرر ليه التعطيله، ولكن هو ما داهاش فيه وقال لهم غادي يدير لهم سباق حتى للبحيره، وفي هاد الطريق غادي تكون بيضه في فمهم، واللي غادي يرجع الاول للقريه والبيضه صحيحه في فمو غادي يخليه يدخل الجيش ديال القريه ويتحارب معاهم في الحرب. كونان تحمس وبدات المسابقه. منين وصلوا الدراري وسط الغابه خرجوا لهم قطاع الطرق وهجموا عليهم. الدراري خافوا ورجعوا للقريه من غير كونان اللي قال هذه هي فرصتي باش نبين راسي قدام القريه. وفعلا دابز مع القطاع وفي الاخير قدر يقتلهم كاملين ورجع هو التالي للقريه، ولكن فرحان. الناس ديال القريه تصدموا من شجاعته وقوته قدام قطاع الطرق بوحدو. باه كورن قرر يخليه يتحارب معاهم في الحرب وبدا كيدرب فيه على السيف. منين كان كيدرب فيه لاحظ باللي ولدو ما كيخدمش عقلو كاع وغير هماجي وصافي، وقال له صافي غادي نتراجع على القرار وما غاديش تدخل تحارب معانا حيت مازال صغير وباقي قدامك بزاف اللي تعلمو. كونان تعصب بزاف منه وخرج برا ديال القريه، وفي وسط الغابه شاف واحد المجموعه ديال المرتزقه قاصدين القريه ديالو. كورن والجيش ديالو كانوا واجدين وغير دخلوا المرتزقه بداو في الحرب معاهم. كونان كان كيشوف كل شيء من بعيد. المرتزقه ضربوا كورن وشدوه، من بعد قدروا يغلبوا القريه وطاحت كلها. جا زعيم هاد المرتزقه اللي سميتو قاهر لعند كورن وقال له انا حاربت القرى الاخرين كاملين على حساب الطرف ديال التاج المسحور، وقدر يجمع كاع الطراف، ودابا بقى ليه غير الطرف التالي وعرفوا كاين هنا، وهو غادي يجمع الطراف كاملين ويديهم ويصلح التاج باش يخدم السحر اللي فيه ويحكم العالم. في هاد اللحظه دخل عليهم كونان وهجم على واحد منهم فقطع عليه نيفو، ولكن شدوه وعرفوا قاهر باللي هو ولد كورن وقال له عجبتني الشجاعه ديالك. من بعد عيط على بنته الساحره وقال لها تمشي تقلب على الطرف اللي ناقص. بنته قلباتو ولقاتو، فقال لكورن صافي ما بقى ليك حتى دور ودابا خاصك تموت. ربطوه هو وولدو بسنسله وخلاه واحد الطنجره ديال الحمام البركانيه كتقطر على كورن من الفوق، ولكن كونان بقى كيجر في السنسله باش ما تهبطش على باه كلها. خرج قاهر لعند الجيش ديالو وقال لهم صافي التاج كمل ودابا بقى ليه غير القادم منقي من سلالات اشلون باش يرجع السحر ديال التاج يخدم. وقبل ما يخرجوا من القريه امرهم باش يحرقوها، وفعلا شعلوا العافيه ومشاو. كورن شاف ولدو ما بغاش يهرب ويخليه فضحى براسو باش ولدو يمشي وخلى الحمام تنزل عليه كلها. كونان شاف باه كيموت حداه وشاف القريه ديالو كتحرق قدام عينيه، فتجمع ليه حقد كبير في قلبه وخدا السيف ديال باه وواعد راسو باش ينتقم ليه ولشعبه. وبهذا الشيء كونان هو اخر واحد بقى من القبيله ديال البرابره. مور ما دازوا العوامات كونان كبر وجمع شويه ديال المحاربين معاه بيهم باش باغي ياخذ الانتقام ديالو من قاهر اللي مازال ما عارفش بلاصتو فين كاين. جا عنده صاحبو ارتوس هضر معاه، ومن بعد وجدوا راسهم باش يهجموا على واحد العصابه كتستعبد الناس. طلعوا من فوق واحد الجبل ورماو عليهم الحجر الكبير، من بعد نزلوا ليهم وهجموا عليهم. كونان كان قوي بزاف وكيعرف يتحارب بالسيف، وفي الاخير قتلوا العصابه كلها وحرروا الناس منها. في الليل مشى يحتفل هو وصاحبه، شويه دخل عليهم هذاك اللي كان قطع عليه نيفو اللي من الرجال ديال القاهر جاي باش يشد شي حد حيت سرق منهم الذهب. كونان شاف الشفار فشدوه وخرجوا ليهم، من بعد بدا كيضرب في الرجال ديال مقطوع النيف غير باش يشدوه ويديوه، هكا ممكن يعرف البلاصه فين كاين قاهر. وفعلا شدوه وداوه للحبس ديالهم اللي فيه بزاف ديال الناس مشدودين وكيخدموهم بحال العبيد. كونان ضرب الحراس ديال الحبس وشد واحد منهم هدو حتى قال له على البلاصه ديال مقطوع النيف. مشى يدخل عنده وفي طريقه قتل بزاف من رجالو حتى وصل ليه. شدو وقال له فين هو الزعيم ديالكم قاهر. السيد خاف بزاف وقال له فين يلقاه، وقال له راك ما تقدر دير ليه والو حيت قاهر ولا قوي بزاف وحاكم بزاف ديال المدن دابا. كونان ما غاديش يتسوق لهذا الشيء، من بعد خدا منه الساروت ديال الحبس اللي مشدودين فيه الناس وخلاه يسرطو، وموراها خرج الراجل لذاك المحبسيه اللي في وسط الساحه وقال لهم لا بغيتو تحرروا وتخرجوا من هنا الساروت كاين في كرشو، ولا بغيتو الساروت غادي خصكم تقتلوه. وفعلا المحبسيه مساكن شدوه وبقاو عليه حتى قتلوه. منين بغا كونان يخرج تبعوا هذاك الشفار اللي شد في البار وشكروه حيت عاون الناس تخرج من هنا، وقال له سميتي ايشان وإلا بغيتي المساعده ديالي في شي حاجه غادي تلقاني في المدينه ديال الشفاره. من جهه اخرى كنشوفوا قاهر
وهو غادي مع رجالو قاصدين واحد المعبد اللي وصلاتو الخبار باللي فيه شي وحده دمها من دم الملوك ديال اشلون، وهو مازال دابا كيقلب على هذاك الدم ومازال ما لقاه. وفعلا كانت بنت في هذا المعبد سميتها تمارا مع الكاهن، غير هجم عليهم قاهر. الكاهن خرجها من اللور وخلاها تركب في واحد العربه بالخيل باش تهرب. في طريقها وسط الغابه كان كونان تما وشاف العلامه ديال هذاك التاج في العربه، فحسابو باللي هذا قاهر ومشى هجم على العربه وطلع فوقها، ومنين فتحها لقى فيها البنت تمارا. في نفس اللحظه كانوا رجال قاهر تابعين العربه، منين شافهم كونان تلاقى ليهم وحاربهم حتى قضى عليهم كاملين ومشى وقف البنت. وهنا جا القائد ديال رجال قاهر وسميتو ليمو على العود ديالو، سولو شكون انت اللي كتحمي في هاد البنت، فقال له انا هو كونان، اخر واحد من السلاله ديال البرابره اللي قتلتو شحال هادي ورجعت دابا باش ننتقم منكم. ليمو تصدم حيت هذا كان اخر مشكل يقدروا يفكروا فيه. خدا العود ديالو وهرب من تما. كونان خدا البنت وركبوا فوق العود وتبعوه باش يوصلوا للبلاصه ديال قاهر. قاهر في هذا الوقت مازال في المعبد، دخل بنته الساحره باش تشم الدم ديال البنات اللي تما، ولكن ما لقات حتى دم نقي من داكشي اللي كيقلبوا عليه. مشى عند الكاهن وسولو على البنت اللي دمها نقي، حيت بغى يخدم دمها ويرجع به القوه ديال التاج ويقدر يرجع مرته الساحره من الموت، وهكا غادي يحكموا هما بجوج العالم بكل سهوله. ولكن الكاهن ما بغاش يهضر، وقاهر ما رحموش وسالا معاه. من بعد عرف من رجالو باللي البنت هربات، والقائد ديالو اللي تبعها، واللي دابا ولا هو اللي هربان من كونان والبنت. ولكن كونان ضربو وطيحو فوق العود حتى طاح وغيب. كونان شدو وربطو وخلاه معاه حتى يفيق. موراها طاح الليل وبقى كونان مع تمارا كيهضروا رابطين حداهم ليمو. كونان عرف باللي قاهر تابعها وباغي يشدها. في هذا الوقت كان قاهر مع بنته وكيقول لها شحال هو متحمس باش يرجع مرته من الموت، حيت هي كانت اقوى ساحره، وإلا بقات ترجعات غادي يكون النهار الاخير في العالم، حيت غادي يحكموه بجوج. في النهار الثاني وغير فاق ليمو بقى كونان كيعذب فيه حتى قال له على البلاصه ديال معسكر قاهر. موراها صوب مقلاع كبير وحطوه فيه مع رساله في فمو ورماه ليهم حتى طاح في السفينه اللي نعس فيها قاهر وبنته. منين طاح عليهم خدات بنته الرساله اللي كيقول فيها كونان باش يجي عنده قاهر الا بغى البنت تمارا. قاهر حسابو هذا غير شي واحد باغي الفلوس وصافي، فمشى عنده هو وبنته الساحره. منين وصل عنده رمى ليه كيس ديال الذهب وقال له يلا عطيني البنت. كونان تعصب عليه وقال له مازال ما عرفش شكون معاك. ومنين بغى يهجم عليه بنته رمات السحر ديالها على الارض وطلعت منها كائنات من التراب باش تهاجم كونان، ولكن هو قدر يفلت منهم وقتلهم كاملين. ودابا تواجه وجه لوجه مع قاهر وقال له انا هو ولد كورن اللي قتلتيه شحال هادي، ودابا جيت ليك باش ننتقم منك. ومنين بدا محارب معاه بنته رمات عليه خنجر في ظهره كان فيه السم، فخلاه ضايق وما قدرش يشوف مزيان. وفاش كان علين يقتلوا قاهر دخلات تمارا وفرقعات البلاصه. هكا قدرت تاخذ كونان وهربوا من تما. تلاحوا في البحر وفاش طلعوا منه مشاو عند صاحبو ارتوس اللي خداه في السفينه ديالو وبقى معاه كيواسي فيه. منين بقى ارتوس هو وتمارا بوحدهم سولاتو على القصه ديال كونان وكيفاش حتى ولا هكا. قال لها بلي كونان اقوى محارب شافو في حياته وهو اخر واحد من السلاله ديالو، ومن صغرو وهو عايش غير باش ينتقم لباه اللي مات على يد قاهر. في الليل قدروا السفن ديال قاهر يوصلوا على السفينه ديال ارتوس وهجموا عليها باش ياخذوا تمارا، ولكن ارتوس فاق بيهم وغوت حتى فيق صحابو كاملين. وهنا ناضت حرب صغيره بيناتهم، وفي الاخير كونان وصحابو غلبوا كاع الرجال اللي جاو وربحوا اول حرب ليهم. من بعد كونان ودع صحابو تمارا وقال لهم غادي يمشي لعند قاهر ويكمل داكشي اللي بدا، ولكن تمارا ما صبراتش وتبعاتو. في طريقها بوحدها في الغابه وقفوا عليها الرجال ديال بنت قاهر وداوها لعندو للقصر. الساحره قالت ليها اخيرا جيتي وبدمك غادي نخدموا التاج ونرجعوا ماما للحياه. اما كونان منين عرف باللي تمارا تشدات مشى للمدينه ديال الشفاره وقلب تما حتى لقى ايشان وطلبوا باش يشوف له شي طريقه ويدخل للقصر ديال قاهر، وفعلا خداه لواحد النفق كيدخل ديريكت للقصر. كونان غير وصل لقى قاهر معلق تمارا في واحد الخشبه الفوق وخدا من دمها باش يخدم التاج اللي كيتلبس بحال القناع على الوجه. كونان هجم عليه وبدا مضارب معاه، ولكن الخشبه اللي معلقه فيها تمارا طاحت وكانت غادي تجي في الارض، ولكن تحبسات وسط الحيوط حتى جا كونان فكها منها وقال لها تهرب من هنا. بنت قاهر تبعاتها وشداتها. تما جا كونان من موراها وحيدها عليها وناضت تمارا ورماتها حتى طاحت من هذاك العلو على السيف وماتت. وهنا بدات القلعه كتريب. هو خدا تمارا وهربوا من تما، وقاهر قلب عليه حتى لقاه بدا كيتحارب معاه. وهاد المره كانوا بجوج قويين وحتى حد ما طاح فيهم. بدا الحجر كيطيح كامل وطاح على قاهر. كونان قال صافي مات ومشى هرب مع
تمارا، وغير دازو من فوق واحد القنطره ديال الخشب تفتحات من تحت رجلين تمارا وطاحت. ولكن قدر كونان يشدها بالسلسله مع يديه وغرس السيف في القنطره هكا شدات في راسها وما نابتش كامله. وهنا رجع بان قاهر وامر التاج باش يرجع مراتو في الجسم ديال تمارا، وغير بدا تغير في ذاتها وكانت على الساحره مرتو تجسد في تمارا. زول كونان السيف من القنطره وهكا تفتحات من تحت رجلين قاهر وطاح ديريكت في الواد ديال الحمام البركانيه، وهكا حتى هو مات كيف ما مات باين كونان، وتدمر التاج معاه. وكونان خدا الانتقام ديالو، وموراها خدا كونان تمارا ووصلها للمدينه ديالها وتوادعوا. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.